حاجات بتعملها امهاتنا الفاضله لما تحب تسخن الدنيا. اكيد هتلاقي امك في الفيديو هنا. بقول لك ايه يا بابا، ممكن اروح العب كوره مع صحابي؟ يا ابني لا يا ابني، كوره ايه وبتاع ايه؟ شوف مذاكرتك. يا ابويا خلصت كل الواجب اللي عليا وخلصت المذاكره والله. لا بجد شاطر. طب خلاص خلاص. ايه يا حاج، هي المذاكره بتخلص بروح امك؟ مفيش مذاكره بتخلص يا حاج. ليه كده يا امي؟ ليه كان هيوافق؟ ترزع بقى ولم نفسك بدل ما انزل عليك بالحزامه فرتك في خدك. يا ابويا والله الحجز ساعه واحده بس، وفي ملعب كوره مش في الشارع. وتلعبوا على اللي يشيله فلوس وبتاع. لا 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 والله بنلعب تنصيص، واصلا انا مش هدفع ولا جنيه. لا والله. طب خلاص روح. بس ايه يا حاج، ده ابن عاق. ادخل شوف اوضته اللي عايزه تتروق. يا امي حرام عليك. ادخل يا بقى روق الاوضه بتاعتك. يلا مفيش نزول. طب والله روقت الاوضه اقسم بالله. روقت الاوضه. طب خلاص انزل. قلبي يا ابويا والله العظيم روقتها وعملت الواجب وخلصت كل اللي ورايا. ما تضرب ابوك قلمين احسن. قوم اضرب ابوك قلمين احسن. ايوه اسلوبك مش حلو معايا ليه؟ طب مفيش نزول. اسلوبي حلو والله العظيم. ليه بتعملي كده؟ طب اقول لك على حاجه بقى، احنا ناقصنا مهاجم. ده انا كنت حته مهاجم زمان يا ولع. كانوا مسميني ابو راسين. لا والله. طب ما تيجي تمشي رجلك معايا؟ يلا بينا. يلا بينا. فتحت نفسي والله. يا حاج عايزين نصلح البوتاجاز يا حاج. تصدق نسيت. خلاص ادخل ياض مفيش نزول.